هذا النضال الذي حصل ضد نظام البعث من أجل أن يحصل الأكراد على حريتهم وكرامتهم انتهى إلى وجود ميليشيات تحكم بالحديد والنار وفساد مستشري فيها. والعمل الإسلامي الذي تمكن في فترة من الفترات من إيجاد انبعاث أو بعث إسلامي في أوساط الشعب هو الآن ممزق منقسم على نفسه ومطارد. نعم، وقد يعارضنا واحد ويقول الصورة ليست قاتمة مثل ما أنتم تتكلمون في التلفزيون حول هذا الموضوع. نحن لا نقول على التدين، التدين يجري حتى على أيدي الصوفية. يعني لو تركنا التبليغ في بلاد أوروبا، التبليغ أيضا يعين المتدين، الصوفي أيضا يعين المتدين، لكن نحن نتكلم على مشروع سياسي. جاءنا الإخوان في عام 1952 وأنا كان عمري 16 سنة، وكنا نكتب اللوحات في الأزقة والشوارع: يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي إنا بغير محمد لا نقتدي. وين مكتوب اسم لينين نشطبها ونلصق عليها هذه العبارة. هذا عام 71-72. فهل يعقل بعد نصف قرن نخسر كل شيء ونقول إيه الحمد لا يوجد متدينون؟ المتدينون يوجدون حتى في بوركينا فاسو، في كل بلاد العالم المتدين. كل الناس يعودون إلى الدين بعدما يجدون الفراغ الروحي. لكن هذا لا يعني أن وجود التدين وجود للمشروع الإسلامي. وعندما أنا أكتب أو أقول أن مشروعنا الإسلامي يجب أن نعترف أننا فشلنا في هذه المرحلة، لأن فشلنا في الحفاظ على أيدينا، على قوتنا. فلما سقطت ما في أيدينا سقط مشروعنا. صحيح نتكلم على مشروع إسلامي، مشروعنا الإسلامي في كردستان لا يتجاوز المشروع الفكري الأخلاقي. لا يوجد خطاب إسلامي كردي نقول يا قومنا اتركوا الطالباني والبارزاني هلموا إلينا، هذا مشروعنا. يثقون في أخلاقنا، يعطوننا أعراضهم، يقولون نسافر وخلي تكون أمي عندك، أختي عندك، زوجتي عندك، أسافر وهذه الأموال عندك. لكن لا يقول أسافر والقومية الكردية عندك، الحقوق الكردية عندك. هذا لا يكون عند الفلسطيني. الفلسطيني يقول لإسماعيل هنية: خذ عرضي وخذ أموالي وخذ حقوق القومية، حقوق الفلسطينيين، أنت ستحميها، لأن ما في يدك صواريخ ورجولة وشهامة، بالإضافة إلى ما عندك من مقومات فكرية، أرضية فكرية أنت واقف عليها، أرضية الإسلام، ومقومات خطاب سياسي واضح. أنت ستظل تمسك هذا المفتاح وتقول سنعود إلى يافا بمفاتيحنا. لكن القومية الكردية أفشلت كل شيء. يعني لا نعود حتى إلى كركوك ونقول يا أكرادنا سنعيد إليكم بناء ما دمر هناك. خسروا كل شيء. ثم حماية الحدود الدولية الملعونة لإيران وتركيا. نحن بأيدينا نقسم أكرادنا. مظلوم يهرب من إيران لا يستطيع أن يأوي إلينا في القرية الفلانية من الطرف الآخر من الحدود، وهي ليست هناك حدود. والإيرانيين يصولون ويجوبون ويقصفون، والأتراك يدخلون ويقصفون. والرئيس والحكومة الكردية يفتخر بأنه حاصر مناطق أكراد تركيا في قنديل، لا يسمح لهم حتى بوصول الأدوية إليها. فشل كل الضياع.